هانز فليك بيصنع لاعب رقم 9 مثالي كلاسيكي زي ما الكتاب بيقول اسمه حمزة عبد الكريم بعد هدف جميل جدا اللي قدامك ده تحرك مميز وبعد التحرك المميز وهروب من المدافع كمان الفينش اللي ولا اروع ولا اجمل رغم ان العرضية كانت قوية ولكن حمزة قدر يروح لها وقدر يوصل لها وقدر يحط رجله الشمال الجميلة في الكرة في سقف الشبكة لا تصد ولا ترد ويعود ببرشلونة من تعادل امام بازل السويسري. ده مش بس اللي قدمه حمزة، تعالى اوريك حمزة عبد الكريم كمان قدر يعمل ايه وقدر يتطور في ايه في المباراة دي. حمزة عبد الكريم ابتدى يلعب كورة كمان مع الفريق ودي حاجة سلبية كنا متكلمين عليها المباراة اللي فاتت. اتفرج معايا على الكورة ديت اللي اخدها واستلمها ورقص بيها وعدى بيها وقدر يعمل باص لرافينيا ولكن كانت طويلة سن على رافينيا اللي برده كان المفروض ياخد ضربة جزاء في الكورة دي ولكن الحكم ما حسبهاش بعد ما الكورة طولت منه وقدر يلمسها وحارس المرمى عرقله. وكمان حمزة عبد الكريم كان ممكن يطلع بهاتريك المباراة دي لولا أنانية رافينيا وكمان أنانية لوبيز في الكرة اللي قدامك ديت. لوبيز هنا لو عمل له بس الباص خد يا عبد الكريم هات جول. طب رافينيا تعالى، رافينيا هنا خلاص الجون طالع الجون فاضي، حمزة واقف لوحده بدون أي رقابة جنبه ولكن للأسف رفض إنه يبصيله ولعب الكرة عالية جدا من فوق حارس المرمى، ما تتلعبش لوب خالص خاصة إن حارس المرمى واقف ولكن الأنانية هنا أخذت مجراها. وتعالى أوريك بقى أحلى لقطة في المباراة الوان تو اللي عمله مع قديمي دوت وحتة كده باص بأركوبات عالمي على طريقة زلاتان ابراهيموفيتش طبعا، وده ابراهيموفيتش العرب القادم باذن الله بعد 1 2 جميل جدا وباص حلو جدا 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 من حمزه عبد الكريم قدام بازل اللي قدم اداء هايل وبيقول انه جاي كل ده من لعيب عنده 18 سنه بيثبت نفسه يوم عن يوم بيتطور يوم عن يوم وده المهم والاهم. ان شاء الله حمزه عبد الكريم يبقى هو المهاجم الاساسي لبرشلونه الموسم ده. مستني رايك في الكومنتات، ما تنساش اللايك والشير والمتابعه وتقول لي حمزه عبد الكريم ياخد كام من 10 في المباراه دي. وبس كده، سلام.